يسعد مساكم. طبعا نحن عند بيت الخير، صاحب الغيرة والطيب، الأستاذ نضال أبو سعيد. يسعد مساك. الله يسعد مساك على خير. طبعا اليوم ملفات كثير واجهتنا، وخاصة بالمياه. رح نترك الحديث لك، تتفضل. شو اللي كنتوا تعانوا، وكمان نحن بنقول لك الحمد لله على السلامة بعودتك من السفر. الله يخليك الله يا أخي، يخليك. الله يعطيكم العافية. اليوم صار في حرية بسقوط النظام، وواجهتنا كثير مصاعب. بنترك الحديث لك، اتفضل. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بكل يد قادرة تعمر وقادرة تعطي بهالبلد وقادرة يعني تعطي بصمة للخير. نحن كلنا مشروكين بعمل الخير، نحن كلنا لازم نرفع من بلدنا ومن قيمة بلدنا بهالأوضاع. بالنسبة لعمل أو مشاكل المي بالمؤسسة، المؤسسة عندنا نحن فيها يعني بحدود 2500 عامل، الشرفاء منا تتجاوز 90%. والنعم. فنحن عندنا مشكلة بال10% هذول اللي حاولوا يستغلوا الوضع ويستغلوا المنافذ اللي كانوا محطوطين فيها والمدعومين من جهات معينة. الحمد لله هلا قدرنا نتخلص منهم. نحن عندنا شقين بالمؤسسة، في عندنا شيء باستطاعة الإنسان كان تنفيذه وما نفذه، في شيء كان أكثر من حالته اللي هو بيتعلق بالوزارة. عندنا نحن بالنسبة لمضخات المياه أو مشاكل الآبار، عنا في فقرات كثيرة نحن لازم نلتزم فيها. نحن بفترة من الفترات كان ما في تمويل للمؤسسة، تضطر المؤسسة تنزل مضخات بالأمانة لإصلاحها بحلب. نعم. فللأسف يعني هو مفروض ينعمل عقد. العقد أستاذي الكريم بيحمي المؤسسة وبيحمي خزينة الدولة. نعم. اللي هو في عنا فقرة سادسة من كل عقد بقول لك إنه كل إنسان صاحب شركة إصلاح أو كذا يلتزم بإصلاح المضخة لمدة 6 أشهر من تاريخ تنفيذها. فهذا البند عندنا هون يوم صار في عدم يعني إقرار العقد، اضطرينا نحن ننزل على نظام الفاتورة أو مو نحن المؤسسة يعني. فمين استغل بنظام الفاتورة؟ استغل نظام الفاتورة اللي بده يشتغل. المستفيد أول شيء هو التاجر، ثاني شيء المستفيد اللي بده ينزل المضخات. طبعا مشان نحن لنوضح للمشاهدين، نظام الفاتورة هو انه نظام انا صلحت لك، هي قيمة فاتورتك، انا ما عاد لي علاقة، سلمتك، انا شغال. بالضبط. أنا هيك مجرد ما هو يجرب على الضغوطات الكاملة. عندي أنا مثلا مضخة لازم تعطيني غزارة 15 متر مكعب بالساعة وليكن على عمق 500 متر، هو عنده بيضغط على البار بخزان معين، طبعا النظام الهندسي تبع عم عمله. فمجرد ما هو سلمها للفرقة أو للناس اللي نازلة، هون عاد بيجي مهمة اللي بالضبط اللي هي اللجنة اللي مشكلة لهذه الغاية باستلام المضخة من عنده. هون عاد بتقدر البنود لعد الإصلاح عنا بنود الإصلاح تتطور من براونات مثلا إكس ملف كهربائي، ملف كذا، بقاعدة محرك، الهرمونات، التنزيل كذا. فهي هون عاد بدها تصير بالأمانة للجنة المسلمة أصولا أو المنظمة أصولا لاستلام هذه المضخة. نعم. فلما تستلمها وتجي على السويدة، مجرد ما نزلت المضخة غير مسؤول عنها هي، فلازم أصرف قيمتها كاملة. فأنا كلفت من قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بصفتي محلف أنا قانونا بمتابعة هذه الملفات. تبين عندي أنا أنه جميع هي طبعا الأوراق نحن فينا نستند فيها بتكليف من عقد بجهاز المركزي للرقابة والتفتيش ومتابعة المضخات. حوالي 200 مضخة اللي تم إصلاحهم بمتابعتي. فنفس الثغرة اللي كان يفوت فيها المتعهد والمستفيد من التعهد، اللي هي عدم مسؤولية أي من المتعهد أو اللجنة الفتاة بتنزيل المضخة وضربها أو إعطالها بعد وليكن 20 ساعة عمل أو 40 ساعة عمل. نعم. فهذا بكلف خزينة الدولة ملايين الليرات. هون نحن لا فينا نحط الحق على العامل، ولا فينا نحط الحق على صاحب العمل ولا على الشركة، على أساس إنه الوزير نفسه ما وقع العقد. فهي بيجي الفساد من الرأس الكبير، من الوزارة. من الوزارة. بيجي على الباب الثاني للفساد اللي هو استغلوه نفس الموضوع. الناس اللي كانت تنزل، في ناس ضعيفة النفس يعني واشتغلت بفترة طويلة وبتوقع عليها أرقام يعني وعليها كثير، إلى أنه كانت محمية حماية كاملة من قبل الأجهزة الأمنية وما بيقدر حدا يجيب سيرتها. مجرد ما جاب سيرتها أي إنسان
فممكن يصير كل الحق او كل العطاء او كذا تركب براس الانسان اللي هو كان وطني وشريف وقدم هذه الاسماء. طبعا حضرتك معروف من الاشخاص اللي كنتوا عنيدين، يعني صاحب اصرار انه ما بيمشي ما بيمشي. عاشور، يعني انت عانيت من خلال تقارير وضغوطات امنيه، عرفنا نحن. طبعا من انا هذا احد الموضوع. الضغوطات الامنيه اتهمت باني عم سب السيد الرئيس بمكتب، ودعيت لاكثر من فرع امني، والحمد لله كنت على موقفي، حتى قلت لهم باحد الايامات ساخرا من رئيس الامن يعني عم بقول لي انت سبيت السيد الرئيس، قلت له طبعا لانه كنا عم نلعب ورق وتزعلنا. حبيبي هالكلام هذا ما بتقول له يا الي، قوله للي جاي يقول لك وجاي يودي لك الخبر هذا. انا لا في هن التزام مشان ولا اني يحبسوك صداقه انا والسيد الرئيس، ويزحوك على ولا اني الطريق. ولا اني يعني في شغل بيني وبين السيد الرئيس لسبه او ما وهذا سبه، مثل ما فهذا نظام عملي انا هرب أقوم فيه. وطلع هو الحرامي هو السراق. هذا يعني احد المشاكل اللي كانت تعترضنا سيدي الكريم اللي هو الالتفاف الشخصي، يعني كل انسان بالمؤسسه عامل الكودا بشكل طبعا ما. خلينا نحن نروح لموضوع كان في استلام من جهة مانحة دعم للسويداء. جابوا لنا مضخات ما بتتحمل بالضبط السحب، هذه لانه نحن عندنا اعماق شديده. بنترك الحديث لك. إيه، نحن كنا بنعرف يعني كمان هي للأمانة يعني لحفظ حق الغير، يعني نحن كنا لما تعطى المضخة أو نحن بحاجة لشراء مضخة نعمل دفتر شروط فنية. دفتر الشروط الفنية بتوافق فيه اللي هو نحن شو اللي بيشتغل عنا، يعني من عمق من غزارة من كهرباء من كذا كله نحن بنوافقه. بانتهاء الفترة وبالحصار على سوريا يعني اللي صار على دور النظام البائد، تعرضنا نحن لوجود مضخات اللي هي المضخات التركية أو المضخات الصينية اللي هي ما بتتعامل معنا بالأعماق وبكذا، فنحن ما عندنا بديل غيرها. عشان هيك كنا على طول اجت نحن المنظمات عاد المانحة تفرض علينا لانه هي مستفيده اكثر شيء، فهي المنظمات المانحه كونها عم نحن هالمضخه ما لنا حق، لا نحن نطالب بغزارتها ولا نحن نطالب بكذا ولا نحن نطالب بشيء، فاكثر من مضخه اجت لا تعمل لا توفي بالشروط، ونحن من احد المضخات اللي نحن اعترضنا عليها يعني اجانا تهديد بالموضوع هذا انه انت ما بحق لك تعترض على شيء، هذا عم تحجبه عن طريق المحافظه، وللاسف كانوا يتاجروا فينا هن التجاره من الفساد من الفساد بالوزاره. بالوزارة. في ناس تتوافق على حالها بالاستلام لتبرز او لتضل على سيد مها او هي مستفيده بشكل ما. فنحن اي بير بيتم انزاله صديقي الكريم بده يكلفنا نحن بحدود 30 مليون ليره، هو تنزيل البير وسحبه اذا كان في عطل بدون الاستفاده من اي نقطه مي بالمضخه. فهي اصلاح المضخه نحن مرات كثير عم تشتغل عنا، وفي عندي انا هون وضوح يعني بالموضوع، فيكم انا اعطيكم طلبات. في عندي انا مضخات مشتغله 6 ساعات، مضخات مشتغله 6 ايام، مضخات مشتغله 12 يوم. فنحن 12 يوم بغزاره 15 متر مكعب نحن عم بيعطينا، بصير عنا يكلفنا نحن متر المي المكعب بحدود ال 180,000. ما هو نحن هون اللي كنا نستغربه قبل كنا ننزل على رادار السويداء انه يعني امبارح تصلحت بس 24 ساعه 48 ساعه رجعت خربت. هذا الباب اللي كان يفوت منه المتعهد مع ضعاف النفوس بالدائره، ضعاف النفوس بالدائره بتتم من عند اللي مستلم كان المضخات. بيجينا نحن دور الرافعات كمان الاكثر هو فسادا، الرافعه كانت تشتغل كله عم عنا، يستفيد كانت تشتغل وشهاده عنا الفروع الامنيه. بالضبط، كانت تشتغل عنا الرافعه استاذي كريم كله تعطلت للاسف. نحن عم مدة 5 سنوات او 4 سنوات ونص الرافعه المعاديه للمؤسسه كان يرفعوا هن طلبات لاصلاحها من الوزاره، مرات تجي مع عدم موافقه، مرات ما في سيوله يقدر يصلحوا مباشر، فاستغل هذا الظرف هو استئجار الرافعات. هذا باب طبعا الفساد نحن عشان الأساسي. نحن سرينا بهذا اللقاء عشان ننهي اي اضافه او شيء. الحل برايك خلينا هيك لمحه بسيطه. الحل اي مضخات بمحافظه السويداء يتم تصليحها بموجب عقد رسمي، العقد بحطوه الناس فنيين ما لهم اي مصلحه الا هي خدمه البلد، بعيد عن الفساد بعيد عن المحسوبيات. فمجرد ما انحطت لجنة فنية للعطل وإضافة البند الواضح بالمادة السادسة بكل عقد اللي هو التزام المصلح بأي فترة إصلاح لمضخة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوم الإنزال بالبير، فهذا نحن بيعطينا مبرر إذا 6 شهور اشتغلت المضخة عطت تكلفتها اللي هي الفعلية، وإذا ما اشتغلت بيكون ملتزم فيها المتعهد وليس نظام الدائرة.
فنحن علينا ديون للدائرة بحدود المليارين ونص، هذه كلها من مضخات نازلة. هدول ايه المتعهدين هذول بدمشق المتعهدين او بحلب المصالحين او بحلب في، انا بعطيك اسمائهم يعني ما عندي نعم. مشكله. انا في عندنا نحن في عندنا البيلاني، في عندنا حسام المصري، في عندنا خلدون المصري، في عندنا فاخر المصري، هذول كلهم اللي كانوا يصلحوا عنا يصلحوا لنا مضخات الدائره، لحد الان ما استلموا حقوقهم. لو في لجان كانت تثبت بأمر الصحيح وتعمل عقد، أو لو الوزير وافق على العقد، لكنا نحن هسه بريئين من أكثر من 2 مليار ليرة. طبعا هون يهددوهم من خلال فروع الامن انه ما فيك تاخذ تستلم او شيء. لا هي طبعا نحن مش من خلال الفروع الامن هي العصا اللي بتضرب فيها الفاسد عنا بالتهديد، اذا انت منعته من متابعه عمله او اعترضت على عمله، ثاني يوم بتطلع انت مباشر، يعني بيستدعيك فرع الامن بقول لك مثلا فلان لا تقرب عليه، او التزم حدودك، او دير بالك على مستقبلك، يعني بالمعنى التهديدي. لمحه عن الاستاذ نضال ابو السعيد من خلال دراستك وجولاتك. أنا مخلص معهد حفر، أنا حافر أكثر من 30 أو 40 بير بالمحافظة ما زالت تعمل لحد الآن. أنا بعملي بالمؤسسة رجعت متابعة إصلاح مجموعات التوليد، قمت أنا باستلام مجموعات التوليد كلها والإشراف على وقودها. خلال 6 سنوات أنا نظام معايرة مجموعات التوليد يعني شهادة الرقابة والتفتيش، وكل مفتشين المحافظة طلعوا. لم يستفد أي إنسان من كاسة مازوت واحدة، وكل الناس بتشهد على الموضوع هذا. معروف. حتى الفاسد اللي كان يشتغل فقط يستفيد من المازوت بتشغيل مجموعة التوليد بدون حمل، ليستفيد هو من فرق التنزيل، لأنه مجموعة التوليد صديقي لما بتشتغل مثلا 35 لتر مازوت بدها بالساعة، إذا كانت بالحمل، إذا هو شغالة بدون حمل ما بيعطي مي للناس، بس هو بيستفيد من المازوت، بينزل منسوبة هي ل5 لتورة. فرق بين ساعات العمل عم بتعد بين ال5 وال35 بيصرفون كان مناصفة اللي هو هذه أحد الله كبير عليهم. المؤسسين. شكرا لك ان سرينا بهذا اللقاء. شكرا على بضل هذه عندنا الإضافة. لمحة صغيرة اللي هي إصلاح مجموعات التوليد. إصلاح مجموعات التوليد صديقي كانت هي الهم الأكبر. نحن عندنا مجموعات التوليد هذول كانوا وزارة الدفاع للمياه بمحافظة السويداء، ففي ناس كثير تستفيد من موضوع الإصلاحات، ينزلوا الإصلاحات. هي ممكن مجموعة التوليد ما تستاهل إصلاح شيء بسيط، أي إصلاح ينزل على الشام بتكون بدها فرض كلها أو مجموعة توليد كلها، علما بأنه أكثر من مجموعة توليد أنا كنت كاشف عليها، أنا في يقول اسم يعني أحد المفتشين يعني اللي هو الأستاذ سمير جبيل. مضخة الدارة مثلا، مجموعة توليد الدارة نزلت على أساس إنه عم تنزل زيت وسطل الزيت تحتيها، وبس رجع سطل الزيت حطوه تحتيها مباشرة، وكذا بعد إصلاح تكلفته كذا مليون. ساووا حالهم إنه صلحوا بالفعل. هذا منطقة الدارة نحن استولناها عن خلال صفحة رادار السويداء. كان في اخطاء كثيره، يعني في شيء بغض من الواقع الراهن اللي كان هو عباره عن ترويكات مستفيده من المجموعه، ونحن فينا نقول نحن ما فينا نشخص اسماء، بس نحن بنعرف المراكز اللي كانوا قاعدين فيها الشباب، اذا ما بدنا نحكي اسماء. نحن بتراجعوا كل واحد كيف كان هو مهندس. نحن احد المهندسين يعني كنا يعني نكفله بالقرض، هلا اليوم بيملك مليارات لاستغلال فرصة بسيطة اللي هي إصلاح يعني كمان لازم يتفعل. من أين لك هذا؟ بالضبط. نحن نتمنى هذا، ونتمنى وضع الإنسان المناسب بالمكان المناسب، وحتى نحن هسه جاهزين لخدمة البلد بأي شيء بتطلب منا بالرقابة والمتابعة وبكل شيء بدون أي أجر. وأنا بحكيها على شبكة طويلة عريضة. نحن بنشكره طبعا، ما بنشتغل غير أمانتنا، وما بنبطلنا ما بنمد إيدنا غير للأيادي الخير والأيادي البيضاء. طبعا أنتم يسعد أوقاتكم. وأنا في كلمة نحن بحب أنا أشكركم أنتم رادار السويداء، لو ما كانت الصفحة مميزة، والصفحة هي وطنية بامتياز، غير منافقة غير متملقة، ما بتحكي غير الحق، ما كنت أنا اشتركت ولا كنت أنا قدمت اسمي، لأنه بأكثر من مكان نحن نعلن يطلع الحق على اللي أعلن ويطلع محارب هو، بس نحن إيدنا بإيدكم من عمر هالبلد بقدر علينا كثير، ونحن بعدنا مستمرين لنبض الشارع. أنا مثلكم بحب بلدي. يسعد أوقاتكم. شكرا لك. نحن بنحب بلدنا، ونحن أهم شيء عنا ناسنا وشعبنا، وناسنا هذه شعب بيحتاج للخير وإيده خيرة، ونحن لازم نكون خيرين مثل ما هو خير شعبنا معنا. وشكرا لك. شكرا لكم.